عمرك حسيتي انك اقل من غيرك؟ انك دايما بتقارني نفسك ومش عاجبك شكلك او شخصيتك؟ الفيديو ده ليكي، لان ثقتك بنفسك ممكن تتبني، مش بتتولدي بيها. الجزء الاول: ليه ثقتك بنفسك ضعيفة؟ خلينا نبقى صريحين، ثقتك بنفسك مش ضعيفة علشان فيكي عيب، لكن علشان اتعودتي تسمعي كلام سلبي او قارنتي نفسك بناس تانية كتير. كل مرة قللتي فيها من نفسك كنت بتكسري ثقتك بإيدك. الجزء التاني: أول وأهم خطوة هي طريقة كلامك مع نفسك. بطلي تقولي أنا مش حلوة، أنا مش شاطرة، أنا فاشلة، واستبدليها بأنا بتطور، أنا بحاول، وأنا هقدر. عقلك بيصدق اللي بتقوليه سواء صح أو غلط. الجزء الثالث: اهتم بنفسك لنفسك. ثقتك بنفسك بتبدأ من اهتمامك بنفسك. مش لازم تبقي بيرفكت، بس خلي عندك روتين بسيط: لبس نضيف، ريحة حلوة، ترتيب شكلك. لما تبصي لنفسك وتكوني راضية، ده لوحده بيغير إحساسك. الجزء الرابع: بطلي مقارنة. أكبر عدو للثقة بالنفس هو المقارنة. في حد أحلى منك، وفي حد أنجح منك، وده طبيعي، بس برضو في حاجات عندك مش عند غيرك. ركزي على نفسك مش على غيرك. الجزء الخامس: حطي حدود. الشخص الواثق مش بيقبل أي معاملة. لو حد بيقلل منك ابعدي. لو حد مش مقدرك ما تجريش وراه، لأن ببساطة اللي مش شايف قيمتك مش هيشوفها مهما عملتي. الجزء السادس: خدي خطوات صغيرة. الثقة مش بتيجي مرة واحدة. اعملي حاجات بسيطة كل يوم. اتكلمي برأيك، جربي حاجة جديدة، واجهي خوف صغير. كل خطوة صغيرة بتبني ثقة كبيرة. وافتكري دايما، ثقتك بنفسك مش هتيجي لما الناس تحبك، هتيجي لما انت تحبي نفسك الأول. ابدأي بنفسك، وصدقيني حياتك كلها هتتغير.